بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسا الخير عليكم خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد ورسالة جديدة اللي راح ندير لكم فيها قرنطيطة. وشكون اللي ما يحبش قرنطيطة؟ كامل الجزائريين يحبوا القرنطيطة، الصغير والكبير. راح نديرها لكم بطريقتي الخاصة واللي سميتها قرنطيطة بونارين. ولا حبيتوا تشوفوا الوصفه، ما عليكم غير تتبعوا معايا لا فيديو. اول حاجه نحطوا المرميطه فوق النار، نديروا النار لازم تكون متوسطه موين. نحطوا فيها 3 كيلو تاع الماء عادي من روبيني، نديروا فيه كيلو تاع القرنطيطه ونخلطوا كلش مع بعض. وهنايا لاستيس الاولى انه هنايا ما تحبسوش من الخلاط، لازم تحركوا حتى تشوفوها بدا يتقال الخليط تاعكم. كي تشوفوه بدا يتقل نطفوا النار نحوها ونبدلوا لها. لازم من هنا دوزيام استيس نبدلوا لها الريسيبيون. المرميطه هذه نحو القرنطيطه تاعنا من المرميطه ونخلوها ابار ونروحوا نوجدوا الخليط اللي سميتو الخليط السحري. حنا موالفين القرنطيطه كي نديروا لها هكا نديروا لها الحليب البيض والزيت، نديروا كل واحد وحده ونبداو نخلطوا. لكن انا الفكره اللي جبتها لكم اليوم جديده واللي قلت لكم بطريقتي الخاصه والحصريه في قناتي، هي انه كامل هذو المقادير راح نميكسيهم بالبراميكسور. والكيله بيان سور اللي قسنا بها في الاول اللي هي اللي نكملوا بها كامل لي زانغريديون الاخرين. درت هنايا نص كيلو حليب بارد عادي، نص ربع كيلو زيت وزوج حبات بيض، والملح حسب الرغبه. انا هنا درت ملعقه صغيره ملح ونميكسيو كلش. هنا الخليط هذا دوك تشوفوه معايا راح يخرج لنا الكيلة الرابعة. يعني انا القرنطيطه تاعي درت لها 3 كيلات ماء وكيلة الرابعة بين الحليب والزيت والبيض. ونجيبوا القرنطيطه الخليط الاول اللي درناه نزيدوا له الخليط الثاني ونخلطوا كلش مع بعض. وميم طون هنايا نكون انا وجدت شعلت الفور تاعي يسخن 20 مينوت ولا اون دميور قبل 200 دوغري، يعني 200 درجه، يعني لانه القرنطيطه تحب الفور يكون سخون مليح باش تطيب لكم بالخف. وباش ما تيبسش، يعني كي الحاجه دائما كل حاجه كي تطول في الفور تيبس. ونكونوا حطينا السنيوه تاعنا في الفور باش تسخن. او ميم طون نجبدوها كي تسخن مليح بيان سور. كي نروحوا نحطوا القرنطيطه نجبدوها ندهنوها بالزيت ونحطوا القرنطيطه الطيب. دوك تشوفوا معايا وين حطيتها، ما نحطها لتحت كامل تتحرق، ما نحطها الفوق كامل تيب السنه، نحطوها في الوسط. خير الامور اوسطها. كما قلت لكم نحطوها في الوسط ونخلوها طيب بيان سور واحد 30 دقيقه هكذا، نص ساعه وهي طيب من التحت. كي نشوفوا الاطراف تاعها بداو يحمروا نشعلوها نطيبوها من الفوق، نحمروها من الفوق. هنا بلا ما ديري لها الزيت، بلا ما انا نشوفهم يديروا لها الزيت من الفوق هكا باش تحمر لهم، ما درت لها والو. الكمون اختياري، حبيتي ديريه افون ما طيب ولا حبيتي ديريه ابري ما طيب، انتي واش راكي حابه. مي داخل لاباط داخل الخليط هذا ما ديريهش لانه يمرر. هذه هي اختي، انا مديت لك كامل لي زاستيس اللي ينجحوا لك الكرانطيطه تاعك وتخرج لك كريميه كيما تاع برا ولا خير. هنا بعد ما طابت بيان سور شفتوها، الله الله راهي حمرا حمرا حمرا، الله الله. بلا ما درت لها الزيت كما قلت لكم، شعلت لها من الفوق بيان سور. هنا خليتها واحد 40 دقيقه وهي طيب في الفور، يعني اون دميار لتحتها 10 مينوت وهي تتحمر من الفوق. هنا التقديم اختياري، قدميها كما حبيتي. كاين اللي ياكلوها بلي فريت، كاين اللي ياكلوها بالطون، وكاين اللي يديروا لها الزيتون، كاين اللي يديروا لها الهريسه، كل واحد ياكلها كما يحب. انا هنايا اولادي يحبوها بالزيتون وبلي فريت ثاني، ما درت لهمش هذه المره لي فريت والفرماج والهريسه. كما تشوفوا خياتي والله والله قد ما نهضر عليها قليل. انا ولادي كامل عجبتهم. قرنطيطه بمعنى الكلمه، يعني هايله. جربوا هذه الطريقه تاعي وشنو كي تجربوها ما عليكم غير تبعثوا لي كومونتير باش نعرف اسكو لي ريسيت تاعي يعجبكم ولا لا. كما قلت لكم التقديم اختياري، زيتون هريسه فرماج طون فريت كما حبيتوا، تقدروا ميم تاكلوها هكذاك تجي بنينه قراب. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير تبعثوا ديروا لي جيم وتبعثوا لي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو هكا باش تعم الفائده على الجميع. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.